نصيحة في السريع، لو هتشتري أي جهاز من سامسونج بلاش فئات اقتصادية، لأن حرفيا سامسونج ما بتهتمش بالفئة الاقتصادية خالص. بص كده منظر الأجهزة، ده منظر أجهزة حرام يعني. ده مش خامات تصنيع خالص، ده مش خامات تصنيع. بص كده لما يجي لي أجهزة بالمنظر ده كده، ايه 12 وايه 14 فاصلين بورد والاجهزه زيرو زي كده، ده حرام يعني، ما يرضيش ربنا بصراحه. ده منظر تابلت، يعني التابلت بيقع من عميل بالمنظر ده كده. بص كده، يعني مجرد ما يتخبط ده منظر خامات تصنيع، فده حرام بصراحه. بص كده، شايف المنظر؟ بص كده، طبعا الكاميرا مش موضحه كل حاجه. لما بيجي لي تابلت زي كده، التابلت نفسه متدمر حرفيا بسبب الوقعات والخبطات. مجرد ما بيتخبط بتلاقي الشاسيه بتاعه اتعوج خالص كده، فحرام. لو هتشتري حاجه من سامسونج بلاش فئات اقتصاديه. ده ملخص الموضوع، لان حرام تدفع فلوسك في شيء هتدفع حقه كمان مره صيانات وتصليح. ربنا يحفظكم جميعا. ما ننساش نصلي على النبي. سلام.